شاب نشأ في عبادة الله. الشباب طاقة تستغل، لا عضلات يستعرض بها. شاب نشأ في عبادة الله واستعمل جسمه وروحه وماله وما أنعم الله به عليه في مرضاته، استحق على ذلك من الله خير الجزاء، وكان محبوبا في أهله وقومه وعشيرته. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الله بقوله وفعله، وإن عرضت له المعصية وزينها له الشيطان لم يمنحه منه إلا دينه وخوف الله. بر بوالديه، يرحم الصغير ويحترم الكبير، وسيلة قوية لأمن المجتمع. لا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا يتعاطى المخدرات، ينشر الفضيلة وينهى عن الرذيلة. والتاريخ أصدق شاهد بفضل الشباب الناشئين في طاعة الله. الله جل وعلا يقول في أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله أكبر. فهنيئا لشاب تقي تعلق قلبه بالمساجد ومجالس الخير وعمل الصالحات، واغتنم شبابه قبل هرمه، وصحته قبل سقمه، وغناه قبل فقره، وفراغه قبل شغله، وحياته قبل موته. شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يأذنا بذهابي لم يبلغ المعشار من حقهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. أيها الأحبة في الله، ومن علم أن الشباب ضيف لا يعود وفرحة إذا مرت لا رجوع لها، شغله بطاعة الله واستعان به على الصالح لدينه ودنياه. ومن اتبع نفسه هواها فقاده الشيطان بزمام الشباب إلى الذنوب والمهالك، ندم حين لا ينفع الندم، وحق له التمثيل بقول الشاعر: تبسم الشيب بوجه الفتى يوجب سح الدمع من جفنه، وكيف لا يبكي على نفسه من ضحك الشيب على ذقنه. أكرم الناس نفسا الشباب، وأنداهم كفا، وأطيبهم قلبا، وأرقهم عاطفة، وأصدقهم عزما هو الشاب المؤمن التقي. لا تسمحه إلا مهنئا أو معزيا أو مشجعا أو مسليا، ولا تراه إلا هشا باشا طلق الوجه مبتسما يحليه إيمانه بمكارم الأخلاق، ويبعده دينه عن طيش الصغر وإصرار الكبر. وجدير بشاب هذا شأنه أن يظله الله بظل عرشه، وأن يكون آمنا إذا فزع الناس أجمعون.